خلينا مباشرة نسمع. شقيش أقبل يا خلق وأنا كنت بصلي دوام شرك، من قم وتبيت واتهديت وعرفت كل اللي يفرض صليت شرك. والآية فجأة تغيرت، ما في الصلاة، في الدواسة اللي قام غرب، قطع طرق كتال عديل وكمان نهب، حتى الأسامي محددة تخوف الطفل البريء وتجوع على المسكين يتيم وتزيد عليه موية نطيم. كنا وين وبقينا وين؟ لايكين قساوة الحال مرار، صابرين نقول تفتح غشاوة العين، نشوف انه اللي بيحصل ده ضلال. مسكين بيحرد في زراعته ضربته ماد، عمل شنو؟ كل اللي حيلته تراب حصاد عاما جديد يحرد، يقوم من جنب في شجيرته وهسه فقد رواحته بدون سبب. مسكينة جت في عهدتها 4 بطون، 1 بتاتي وبطان رضيع و2 بيعرفوا ينضموا، وأبوهم الشاب المكافح بقلب حديد حارب عشان يحفظ عرض أهله وقبيلته ومات شهيد. وقريته لو ما بكرة عيد، وقريته لو غربنا يتولد من جديد، ما فيه تبذولا بليد الكل نقيط يقرأ يسابر شان يعيش ياكل بالحلال لو قرض عيش. وقريته كل الناس تعيش كان في سلام والتحام بينهم تضامن وانسجام، وقريته لو ما بكرة عيد. يا سلام. أكدت لنا تسابيح بأنه يعني الفنان والمبدع بأشكال الإبداع ودروبه المختلفة هي رسالة، ويجب أن نحترم ونقدس هذه الرسالة العظيمة، وأهم حاجة أن نقدم هذه الرسالة في قالب يعني يقدر يستوعبوا كل المتابعين يعني أشكال وثقافات، والسودان بلد متنوع العادات والتقاليد والثقافات. فدائما لما نكتب في الوطن عموما، وانت عندك عدد من اتجاهات في كتابة الشعر طبعا المختلفة، كتبت للوطن، كتبت للحبيب، كتبت لتفاصيل مختلفة جدا يعني طبعا. تنوعت كتاباتك. متين انت بتكوني حاسة انه ممكن انا اكتب للوطن، ولا في كل لحظة، ولا في احداث معينة جدا زي الاحداث الحاصلة دي ممكن تحرك فيك او تثير فيك حماس حب الوطن فانت تكتبي عنه؟ طيب أنا القصايد ما بتستأذني عشان أنا أكتبها. طيب. فممكن يكون في حدث حاصل فبلقى نفسي أنا من غير ما أشعر، يعني التليفون ولا ورقة ولا أي حاجة، فبلقى نفسي كتبت نص عن حاجة معينة حاصلة في نفس الوقت. كتبت عن الوطن أي ما كتير شديد، يعني أنا ما حاسة إنه أديته حقه كتير، لكن أنا بصدد إنه أعمل ديوان قريب جدا كله وطنيات، وإن شاء الله يعني أوفق في الحاجة دي يعني. إن شاء الله يا رب، خصوصا إنه عندك أنت ديوانين ما شاء الله، قفوة الغيلولة وأنا بسألك. يعني ديل ديوانين ما شاء الله، ونتمنى انه في القريب العاجل يعني يتم تدشين ديوان جديد ويرى النور. من خلال الديوانين واللي بتحضر ايضا في ديوان جديد، انطباعك او انطباع الجمهور او المتلقي